اللي تجيبها ما تكونش لامبورجيني او فيراري صغيره. احنا أغنى شاب في مصر عمره ما عداش ال30 سنة وثروته عدت ال200 مليون، معاه أسطول عربيات تنافس محمد رمضان، اتولد في بقه معلقة ذهب، وعديته وهو صغير كانت بآلاف الدولارات، ساب الطب عشان يدرس إعلام، ريهام سعيد مثله الأعلى وبسببها عرف يبقى أغنى شاب في مصر. ادى لمحمد رمضان فيه برصيد كبير لما البنك حجز على أرصدته، قال على نفسه دماغه حلوة وكل يومين بيطلع ترند. يا ترى من هو محمود البدري وعلاقته بريهام سعيد؟ تعالوا نعرف الحكاية. تخيلوا كده واحد لسه ما عداش ال30 سنة وعنده عربيات بالملايين وبيتصور جنب رزم دولارات وبيتكلم عن طيارة خاصة كأنها حاجة عادية جدا. مش بس كده، ده كمان بيقول ان ثروته وصلت لحوالي 200 مليون، رقم يخلي اي حد يقف ويسأل هو عمل ده كله ازاي. القصة بدأت من بره مصر. محمود عاش جزء كبير من حياته في السعودية حوالي 18 سنة، وبعد ما خلص الثانوية قرر يرجع مصر ويدخل كلية طب أسنان، وفعلا دخل واتخرج. بس المفاجأة انه ما كملش في السكة دي خالص، ولا اشتغل دكتور ولا حتى حاول. لا، من جواه كان عنده اتجاه تاني خالص، اتجاه للشهرة والإعلام، وكان متأثر بشكل كبير بالإعلامية ريهام سعيد لدرجة انه قرر يدرس إعلام ويدخل المجال ده من بابه، وفعلا دخل كلية إعلام وبدأ يشتغل على نفسه في السوشيال ميديا. وهنا بدأت النقلة اللي شقلبت حياته. محمود فعلا فهم اللعبة كويس جدا، من أول ازاي يظهر وازاي يلفت الانتباه وازاي يخلي الناس تتكلم عنه، وده عن طريق إثارة الجدل. يعني مرة يتصور مع فلوس، صور في أماكن فخمة، كلام عن نجاح وثروة، أرقام كبيرة، كل ده خلاه بسرعة يبقى ترند. ومن أول اللقطات اللي عملت ضجة كانت لما نشر صورة وقال إن الفلوس اللي فيها كانت عادية وأخدها وهو صغير وكانت بمبلغ كبير جدا، وده خلى الناس تبتدي تركز معاه وتتابعه. بعدها الموضوع كبر شوية بشوية، بقى بيظهر في طيارة خاصة مرة ومرة تانية جنب عربيات غالية جدا، وبقى يقول إنه بيشتغل في التسويق الإلكتروني وبيعمل إعلانات لشركات كبيرة من ضمنها شركات طيران روسية، وإنه بيكسب مبالغ ضخمة من الشغل ده غير تعاقدات مع شركات سوشيال ميديا. ومع الوقت قال إن دخله الشهري من اليوتيوب بس كان بيوصل 700 ألف جنيه. بس من ناحية تانية مش كل حاجة كانت واضحة. ناس كتير سألت طب إيه هي الخبرة اللي خلت كل ده يحصل، والأغرب كان رده لما قال أنا دماغي حلوة. جملة فتحت باب أكبر للجدل وخلت ناس تصدقه وناس تانية تشكك. بس محمود مش بس بيحب الفلوس، ده كمان بيحب يستعرضها بشكل مختلف جدا. مرة يظهر وهو بياكل أكل عليه دهب، ومرة يشرب قهوة بالدهب وحتى سندوتش دهب كمان، وده خلى صورته ترتبط دايما بالدولارات والرفاهية المبالغ فيها. ومن أكتر المواقف اللي عملت ضجة لما حصلت أزمة للفنان محمد رمضان والبنوك حجزت على فلوسه. محمود طلع وقال إنه بعت له 10 فيز فيها مبالغ كبيرة لحد بيته في الشيخ زايد. موقف يمكن بسيط بس خلى الناس تشوفه جدع وواقف جنب غيره، وناس تانية شافته استعراض. وبرضه لما احتفل بعيد ميلاد أخته عمل حاجة غريبة جدا، صور نفسه معاها في طيارة خاصة واداها خاتم ألماس غالي جدا، وقال انه حب يديها الهدية وهو في السماء وسط النجوم عشان هي تستاهل ده. وفي مرة تانية نشر فاتورة سحور وصلت ل16 ألف جنيه رغم ان الاكل كان بسيط، فول وطعمية وبيض، وده فتح كلام كبير عن الاسعار والاستعراض، وهل ده طبيعي ولا مبالغة. رغم كل الجدل ده في ناس قريبة منه بتقول انه ابن بلده بيساعد اي حد محتاجه، وان محدش بيروح له في حاجة الا ويقف جنبه، وده جانب تاني في شخصيته بيخلي صورته مش واضحة بشكل كامل للناس. وفي النهاية محمود البدري بقى نموذج مختلف شوية، شاب قدر يخلي اسمه معروف جدا في وقت قصير ما بين ناس شايفاه ناجح وملهم وناس شايفاه مجرد ترند بيعتمد على الاستعراض، لكن في الحالتين هو عرف يوصل للناس ويخلي الكل يتكلم عنه، وده في حد ذاته نجاح من نوع تاني خالص.